ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ معاكم قناة ستار داست روت ان ارابيك. قبل ما ابدأ القراءة احب اشكر كل متابعين القناة، كل الداعمين للقناة. ربنا يسعد قلوبكم يا حبايبي ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. قراءة النهاردة طلبت مني من احدى متابعين القناة. هي عايزة مواجهة بينك وما بين الشخص اللي في بالك، فاحنا هنعمل كده النهاردة، هنشوفكم انتوا الاتنين واقفين على نفس الصفحة ولا لا. هل احتياجك من العلاقة هو نفس احتياجه ولا لأ؟ هنشوفك انت عايز ايه من العلاقة دي وهو عايز ايه. انت شايف الشخص ده ازاي وهو شايفك ازاي. وطبعا هشوف لك مشاعره والتحدي اللي واقف في العلاقة دي. معانا مجموعتين، المجموعة الأولانية الصدفة دي أو القوقعة دي، مش عارفة اسمها ايه اهي. دي المجموعة الأولى أو ظهر الكوتشينة دي، أو مجموعة الحروف الألف الميم الكاف السين الطه الف التاء الراء الياء الحاء الغين الزاي الضاد القاف. أول حرف من اسم الشريك. وبراحتكم يا حبايب قلبي، هو أنا بقول لكم اتبعوا الحدث، يعني في بيقولوا لي إحنا بنحب نختار إنه يكون أول حرف من اسمنا إحنا. براحتك اطلق العنان لحدثك، اطلق العنان لروحك، تختار اللي بالطريقة اللي هي عايزاها. أنا ما بقيتش الطاقة اللي قلبك يحسه اعمل بيه. المجموعة التانية القوقعة دي أو الصدفة دي أو ظهر الكوتشينة دي، اختار بالطريقة اللي تريحك. مجموعة الحروف اللام الدال الخاء العين الهاء الس الصاد الب النون الجيم الواو الظه الشين الزاي. أول حرف من اسم الشريك، وإذا حابب تختار تبع حرفك أنت جو أهيد، اللي يريحك اعمله. ماشي يا حبايب قلبي، نبدأ القراءة. نبدأ مع المجموعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي الصدفة بتاعتك الجميلة دي هنا ومجموعة الحروف هنا. هنشوف الأول طاقتك يا حبيبي أنت إيه، عشان تعرف القراءة دي مناسبة ليك ولا لأ. حبايبي أنا قراءاتي طاقة مفتوحة من أي وقت أنت تسمعوا فيه الفيديو، سواء على قناة ستار داست روت إن أرابيك أو قناة أبراج ستار داست روت. عايزين ترجعوا لأي فيديو مروا نيتكم وارجعوا إن شاء الله تلاقي فيه رسائل تفيدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. متشكرة لكم جدا يا حبايبي على دعم الفيديو باللايك. متشكرة لحبايبي المشتركين القدام الأوفياء. متشكرة لحبايبي المشتركين الجداد. حبايبي اللي لسه مشتركوش في القناة، سعدني يا حبايب قلبي اشتراككم. القراءة للجنسين يا حبايب قلبي. ومتشكرة جدا 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 لحبايبي اللي بيعملوا لي سوبر ثانكس. ربنا يسعد قلوبكم يا حبايبي ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. طاقتك انت ايه يا حبيب قلبي؟ طاقتك انت ايه يا حبيبي يا اللي بتسمعني؟ الطاقة بتاعتك ايه؟ بصوا انا سامعة، مش عارفة دي اغنية ولا ايه دي. كلمة بنادي عليك. ايه ده بقى؟ انت اللي بتنادي على حد ولا هو اللي بينادي عليك؟ بنادي عليك. مش عارفة دي اغنية ولا هي الكلمة بس، مش عارفة يا حبايب قلبي. طاقتك ايه؟ انت يمكن معروض عليك عرض شغل جديد، يمكن معروض عليك عرض مادي جديد، يمكن في فرصة مادية جاتلك، يمكن عرض جواز جالك جديد. طاقة حبيبي اللي بيسمعني، انت مندفع ومنطلق على شيء منطلق عليه، عندك روح محارب، مش خايف تواجه، مش خايف تقول فكرتك، مش خايف تعبر عن نفسك بالطريقة اللي تسعدك. بصوا انا في طاقة جايالي هنا، ربما في بعض اللي بيسمعوني السيدات او الرجال حتى، من النوع اللي بيلبسوا الحلقان الكبيرة، اللي هم يعني بيدوا انطباع قوي في ما حد يشوفهم. عارفين اللي هم بيلبسوا الحلقان الكبيرة، اللي حاطين حلق في مناخيرهم كده، حاجة زي كده هنا. فانت مقدام حتى في طريقة تعبيرك عن ذاتك، بلبسك، بشخصيتك، بالاكسسوارز اللي بتستخدمها. طاقة حبيبي اللي بيسمعني، لا ده انت فظيع. ده انت لا ده انت كاريزما. حد بيخطط، حد بيبص للمستقبل، يمكن بتتمنى عودة، او يمكن انت مش خايف من مواجهة حد. يعني حتى لو حد هو جاي يواجهك وحد مندفع تجاهك، انت مش خايف، انت قاعد مكانك وراسخ وثابت مكانك. طاقة حبيبي اللي بيسمعني، تشعر يمكن بالشغف، الرغبة في العودة احنا لشيء ما او لشخص ما. مش عارفة انت طبعا علاقتك مع الشخص ده ايه، ولكن في تقل كده، فاهمني؟
طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقة حبيبي اللي بيسمعني، انت رافض وضع معين، رافض شيء معين، يمكن انت بتحاول تهدي اعصابك من شيء. انا قلت لكم في حاجه هنا من ناحيه الاكسسوارات، انتوا بتلبسوا اكسسوارات مختلفه، او يمكن احجار، او يمكن الفضه اللي بيبقى فيها احجار كده، حاجه سبيشال، حاجه سبيشال انت بتلبسها، او طريقتك حتى في اللبس قلت لك بتعبر عن شخصيتك بلبسك. انت في وضع رفض، وفي وضع رفض، او انت تعرضت للرفض، او شخص يعني رفضت عرض يعني، او رفضت شخص معين. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ انت ما شاء الله في استقرار، سواء بقى استقرار مادي، او انت عندك عيلة بالفعل، عندك اسرة، مستقر، اوضاعك المادية تمام، مستقر في عيلتك. ما شاء الله يا حبيبي، ما شاء الله. انت ربما بتقضي احتفالات دلوقتي، انا بقول لك يمكن جالك عرض زواج، يمكن اللي بيسمعوني دلوقتي دول جالهم عرض زواج، في احتفالات، في خروج، في طلوع، ربما انت اتحدت مع حبيبك جايز بعد رفض، في تعبير عن الحب، في انطلاقة هنا، في انطلاقة، في رغبة في الكلام، رغبة في التعبير عن الحب، بس انت ايه يعني؟ منطلق ومندفع، بس انت مهيئ نفسك لأي ظرف. يعني انت رايح عايز تتكلم، بس انت مستعد، مخطط كويس للي انت هتعمله، في قلبك كل الحب، عندك رغبة في العطاء، بتخطط للمستقبل. انت مش بقولك بنادي عليك؟ بنادي عليك، في حد بينادي على حد هنا، يا اما انت في اشتياق لحد، يا اما في حد مشتاق لك جدا، في اشتياق، او انت بتراقب شخص ما، في مراقبة هنا، في مراقبة، او عايز يبعت لك رسالة، عايز انت تبعت له رسالة، حاجة زي كده هنا، مركز مع حد جايز. هقول لكم الطاقات اللي ممكن تكون انت ابرجك منها، او برج الشخص ده. كل الطاقات الترابية موجودة، كل الطاقات المائية موجودة، برج الجوزاء، برج الأسد، برج السرطان، برج العذراء، برج السرطان تاني، برج الحوت، برج السرطان تاني، برج الحمل. وكل الطاقات النارية موجودة، الثلاث طاقات النارية موجودة. دي ممكن انت حبيبي يكون برجك او برج الشخص، ومش بالضرورة يا حبايب قلبي اللي ما يتذكرش البرج بتاعه القراءة تنطبق بإذن الله، هي مجرد تأكيد بس لطاقة الأشخاص، وصلتني أكتر. طيب خلينا نشوف طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه ده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقته هو ايه؟ طاقته هو ايه؟ ربما الشخص ده في استقرار، عنده ثبات في شيء، مستقل بذاته، في خيره، في وفرته، يشعر بالولاء تجاه حد. الشخص ده متمسك بحد قوي في قلبه، ربما هو كمان في فترة احتفالات. على فكرة أنا طاقة الريش النهاردة حسيتها قوي، عايز تبقى معانا في القراءة، فاخترت الريشتين دول يبقوا معانا النهاردة، بس كل شوية يطيروا. ربما الشخص ده في طاقة احتفالات. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما الشخص ده بيصيف الفترة دي ولا حاجة، ولا راح مصيف، ولا في بحر حتة فيها مية. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، ربما الشخص ده هادي، ما بيعملش اكشنز كتير، بيتشافى من شيء ما، يمكن بيقضي وقت، او بيخرج، او بيتفسح، او مثلا عشان يهدى، عشان يطلع من مود معين، عشان يلاقي تشافي معين. الاكشنز بتاعته مش كتيرة الفترة دي الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، عنده رغبة في العطاء، هو كمان الشخص ده عنده رغبة في العطاء، بس ربما الشخص ده ما بيعبرش عن مشاعره، كاتم على مشاعره، ما بيعبرش، ما بيقولش، ولكن هو في قلبه عنده رغبة في المشاركة ورغبة في العطاء. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقة الشخص اللي انت بتسأل عن الشخص ده متعلق في وضع معين يا حبيبي. الشخص ده متعلق في وضع معين، ربما يا حبايبي طاقة العلاقة الثلاثية والرباعية موجودة هنا. ربما الشخص ده في حياته اتنين، في حياته اتنين ربما مأثرين عليه، هو متعلق في الوضع ده، يعني في هنا وضع معلق فيه الشخص ده ربما مشهور أو معروف في عيلته، معروف في نطاق أسرته، ليه مكانة اجتماعية معينة، ليه هيبة، ليه وضع اجتماعي معين. ربما إذا هو متزوج الوضع الاجتماعي ده يكسبه، يعني حاصل عليه من أسرته، من زواجه، من أمه، من مراته لو هو الراجل، أو من أم، أو
أو لو هي زوجة مثلا ليهم وضع، ليهم برستيج من خلال استقلالهم في زواج، ليهم وضع كده. الشخص ده بيحاول يتشافى يا حبايب قلبي، بيتشافى وبيحاول يتزن، بيلاقي الاتزان. الشخص ده انا قلت لكم ربما يكون في زواج يا حبايب قلبي، ولكن يشعر بالهزيمة. على فكرة الشخص ده، بصوا انا الطاقات بتقول لي حاجات كتيرة قوي. ربما العلاقة دي رباعية يا حبايبي، جايز، لان انا عندي ملكين وملكتين، فربما العلاقة دي رباعية. الشخص ده حاسس ان انت توأم روح، وربما الشخص ده مستقل، الشخص ده يشعر بهزيمة معينة. ليه بقى؟ ايه اللي مخليه شاعر بالهزيمة هنا؟ ما بين استقلاله المادي وثباته وعيلته وأسرته، وما بين شغفه والحاجة اللي بيخطط لها والحاجة اللي عايزها، عشان كده هو متعلق. فاهميني يا حبايب قلبي؟ طيب اقول لكم الابراج اللي ممكن يكون منها الشخص ده: برج القوس، برج الاسد، برج الاسد موجود مرتين، برج الجدي، برج السرطان، برج الميزان، برج السرطان تاني، برج الدلو، برج الثور، برج الدلو مرة كمان، وبرج الأسد. دي ممكن الأبراج اللي يكون منها الشخص ده أو أنت. وزي ما قلت لكم مش بالضرورة اللي ما يتذكرش البرج بتاعه، عادي القراءة تنطبق بإذن الله. نسأل بقى أسئلتنا النهاردة، نشوف مشاعر الشخص ده ليك إيه. مشاعر الشخص ده الحقيقية من جوه قلبه، مشاعره الحقيقية ليك إيه من جوه قلبه. مشاعر الشخص ده ايه الحقيقية من جوه قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه. مشاعره ايه الحقيقية من جوه قلبه. مشاعره الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه. مشاعره الحقيقية من جوه قلبه. ماشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انت عايز ايه من العلاقة دي؟ ايه اللي انت عايزه؟ طيب هو عايز ايه؟ عايز تروح له، عايز تبقى معاه من قبل ما اشوف كده. هو عايز ايه؟ ماشي. طيب ايه اللي انت محتاجه من العلاقة دي؟ محتاج ايه منها دي؟ محتاج ايه من العلاقة دي؟ هو محتاج ايه؟ الشخص ده محتاج ايه من العلاقة دي؟ محتاج ايه من العلاقة دي؟ انت شايف الشخص ده ازاي؟ ايه الصورة اللي انت شايفه بيها؟ شايف الشخص ده ازاي؟ شايف الشخص ده ازاي؟ انت شايف الشخص ده ازاي؟ حبيبي اللي بيسمعني، شايف الشخص ده ازاي؟ طيب هو شايفك ازاي؟ الشخص ده شايفك ازاي؟ الشخص ده شايفك ازاي؟ ايه الخطوة اللي جاية اللي انت هتعملها تجاهه؟ ايه الخطوة اللي جاية اللي انت ناوي تعملها تجاه الشخص ده؟ خطوتك القادمة للشخص ده ايه؟ طيب خطوته هو اللي جاية ايه؟ خطوة الشخص ده اللي جاية ايه؟ خطوة الشخص ده اللي جاية ايه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده بمشاعر الشخص ده ليك ايه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله، يا لهوي، يا لهوي يا روحي، ايه ده؟ الشخص ده يشعر بكل الشغف تجاهك، يشعر بالتقدير ليك، عايز يبدأ معاك الشخص ده بداية جديدة. ربما انتوا توأم روح او توأم شعلة، وتوأم شعلة بالأخص. الشخص ده عايز بداية جديدة معاك كلها شغف، عايز ينطلق نحوك لأن عرف قيمتك في شيء ما، قدر قيمتك وقدر مكانتك في شيء ما. الشخص ده يشعر ان العلاقة معاك قدرية. خلينا ناخد اكتر عن مشاعر الشخص ده. مشاعر الشخص ده ليك ايه؟ الشخص ده نفسه يبدأ معاك بداية جديدة يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ الشخص ده عايز يوازن العلاقة معاك. هو عايز يبدأ معاك بداية جديدة، بس عايز يوازن معاك العلاقة. ربما في أشياء تانية في حياته لازم يوازن ما بينك
وما بينهم، ربما في قرار محتاج ياخده الشخص ده. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ الشخص ده ربما في اختلاف ما بينكم، عادات أو تقاليد، أو ربما في حد منكم في زواج. الشخص ده ربما ذو مكانة اجتماعية، عنده مكانة اجتماعية عالية، ليه وضع اجتماعي معين، أو أنت يعني في حد منكم ليه برستيج معين كده، ذو سلطة حتى، يشتغل في الدولة ولا حاجة كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ شعور الشخص ده تجاهك الحقيقي من جوه قلبه. مم. ربما الشخص ده حاسس ان انت اديت له ظهرك، او هو ادالك ظهره. في حد هنا ادى للتاني ظهره. ليه؟ عشان العادات والتقاليد والحاجات دي، او الشخص ده مش عارفه ليه جات لي طاقه تانية كده للبعض. الشخص ده قرر يدي ظهره للعادات والتقاليد، قرر يبدأ معاك بداية جديدة ويدي ظهره للعادات والتقاليد ويبقى ملتزم معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ مشاعره الحقيقية ايه من جوه قلبه؟ شعوره الحقيقي من جوه قلبه. مشاعر الشخص ده الحقيقية ايه من جوه قلبه؟ الشخص ده نفسه يبدأ معاك بداية جديدة بعد فترة عزلة هو أخدها أو أنت أخدتها. أنا قلت لكم في حد هنا ربما إدى للتاني ظهره وقعد مع نفسه شوية، وقعد هادي كده وما بيعملش حاجة، مستني الإرشاد الإلهي، مستني الحكمة توصل له من العلاقة. ربما بقى وصلت له الحكمة والشخص ده عايز يبدأ معاك بداية جديدة. مشاعر الشخص ده تجاهك إيه؟ مشاعر الشخص ده تجاهك إيه الحقيقية من جوه قلبه؟ الشخص ده عايز معاك سعادة على فكرة. هو يشعر تجاهك بالشغف، مش عارفة ليه. يعني وسط الطاقات ديت الشخص ده فيه مجروح قلبه من حاجة. الشخص ده عايز معاك زواج، ولكن في حاجة ربما واقفة في القصة. يعني في هنا ربما دي علاقة ثلاثية. أنا قلت لك للبعض منكم العلاقة دي علاقة ثلاثية. إذا لأ، إذا ما فيش عند الطرف ده ولا أنت عندك طرف، ربما في خيبة أمل حصلت في العلاقة دي، أو أنت كنت عايز من الشخص ده زواج ولقيته ساكت وصامت ما بيعملش حاجة. في خيبة أمل حصلت هنا، ولكن يشعر شيء باتجاهك بالشغف، ولكن قلبه الشخص ده مكسور من حاجة. يمكن انت اللي صامت، يمكن انت اللي قاعد في فترة صمت، عشان كده قلبه مكسور الشخص ده، لأن الشخص ده شايفك سعادة. طيب خلينا نكمل. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ مشاعره ايه؟ شايفك شفا، وهو شايف الشفا هيتحقق لما يجيلك، لما يرد لك كرامتك، لما يرد لك اعتبارك، لما يجي يتكلم معاك، لما ما يخافش ويجي يتكلم معاك. انت أمنية على فكرة بالنسبة للشخص ده. انا قلت لك ده انت ربما فعلا من اللي بيسمعوني مشاهير، ربما من اللي بيسمعوني بجد مشاهير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص، فانت بالنسبة له نجمة عالية في السماء اصلا. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ يشعر تجاهك بالاندفاع على فكرة. الشخص ده هو بيتشافى، هو بيتمنى شفاء للعلاقة، بيتمنى الأمور تمشي على خير، يتمنى الأمور تمشي في سلام. مشاعر الشخص ده تجاهك إيه؟ مشاعر الشخص ده تجاهك إيه؟ هو لا انتوا سايبين بعض ولا إيه؟ إن في مشاعر فقد هنا وزعل وألم. هو ربما الشخص ده عارف إن هيحصل تشافي للعلاقة دي، والإحساس بالفقد والحرمان ده يروح إذا جالك وإذا انطلق تجاهك. إذا جالك وإذا انطلق وعبر عن نفسه وما خافش من المواجهة. يمكن ما يخافش من مواجهة عيلة، ما يخافش من مواجهة أسرة، سواء أسرتك أو أسرته. مشاعر الشخص ده تجاهك إيه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ مشاعر الشخص ده تجاهك إيه؟ شعور الشخص ده تجاهك إيه؟ هو عايز يلتزم معاك بشيء، أو شايفك أنت بقيت ملتزم، بقيت يعني عارف قيمة نفسك أكتر، بقيت يعني ماسك نفسك أكتر، مفيش الشغف تجاهه. يعني أنت اللي بقيت إيه، عارفين لما نقول بقيت بارد تجاه العلاقة شوية، فأكن شعورك بارد تجاه الشخص ده شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده تجاهك إيه يا حبيبي يلي بتسمعك؟
مشاعر الشخص ده تجاهك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ على فكرة يتمنى بداية جديدة معاك، على فكرة برضو، وربما شايف نفسه صغير عليك، مش صغير سنا، صغير فلوسا او وضع اجتماعي، او لان انا شايفة هنا في حد وضعه الاجتماعي عالي، او شايفك احسن منه في شيء، وشايف ان هو صغير وقدامه يعني اللي في ايده قليل قوي انه يقدمه لك، وانت حد يعني ناضج، حد عاقل، حد معاه امكانياته، ملتزم كمان انت تجاه اشخاص، على فكرة ربما هو حاسس كده. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ مشاعره الحقيقية ايه من جوه قلبه؟ محتار، في حاجة محيرة الشخص ده، هو عايز ينطلق تجاه شيء بس متردد متحير. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ مشاعر الشخص ده تجاهك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ شعور الشخص ده تجاهك ايه؟ انت امنية على فكرة، او بيتمنى القدر بقى ايه يجمعكم مع بعض، يتمنى القدر هو اللي ايه يحقق امنية الحب دي، لان هو حاسس ربما ان العلاقة بتاعتك، يعني عارفين اما مفيش حد بيقدر يتحكم في الاقدار، هو شايف كده، هو بيتمناك وسايبها للقدر. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ شعور الشخص ده الحقيقي من جوه قلبه ايه؟ مشاعر الشخص ده الحقيقية من جوه قلبه ايه؟ هو شايفك وفرة وخير، وشايفك قلت لك مستقل، من مستقل مش محتاج لحد في خيرك ووفرتك، شايفك طاهر، شايفك بريء. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفك اصلا وفرة، يعني انت شايفك عطاء وشايفك خير. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ على فكرة متعلق بيك جدا الشخص ده، في تعلق هنا فظيع، متعلق بيك جدا وكأنه مربوط بيك وكأنه أدمنك. دي مشاعره تجاهك. طيب خلينا نشوف بقى انت عايز ايه، نبدأ بقى المواجهة. احنا قلنا مشاعره، نشوف بقى انت عايز ايه منه، انت عايز ايه من العلاقة دي؟ يا لهوي، يا لهوي، ده انت عايز الحب كله، انت عايز العشق والحنان والحب والتوازن في العلاقة، وتاخد زي ما بتدي، وتدي وتدي وتاخد حب لا مشروط، يعني يسقيك من حبه وانت تسقيه من حبك، ونعيش مع بعض كده في هيام يعني. ده انت عايز الحب، انت بس عايز حب، على فكرة انت مش عايز منه اكتر من كده، انت عايز مشاعر وحب. طب هو عايز منك ايه؟ مم. هو يشعر بالإثارة تجاهك الشخص ده، يشعر بالإثارة تجاهك، انت حد مغري جدا، حد مغري وطاقتك نارية وجسمك فظيع، ومش عارفة حسيت أحاسيس كده ايه. يعني الشخص ده انا قلت لك هو عنده رغبة جسدية تجاهك ومتعلق بيك اصلا، فعايز منك الشغف والحب والحاجات دي. طب خلينا ناخد اوضح كده، نوضح عشان ما نظلمش الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم، انت عايز ايه من الشخص ده؟ انت عايز ايه من الشخص ده؟ انت عايز ايه منه؟ انت عايز ايه منه؟ عايز، يا لهوي، ده انت عايز حب، ده انت كل اللي انت عايزه حب في حب، ونعيش مع بعض، يقول لك كلام حلو وتسمع منه كلام حلو ويغرقك في المشاعر. انت عايز حب فقط وكلام حلو، عايز تسمع منه، عايز تسمع منه كلام. بسم الله الرحمن، يعني عايزه يعترف لك اذا مش معترف بالحب. عايز ايه انت من الشخص ده؟ عايز ايه منه؟ عايزه ياخد قرار في شيء ما، عايزه ينهي اشتياق معين انت مشتاق له، وعايز اكنه عايز يجيلك، عايزه يجيلك بقى ويطفي رغبة الحب اللي فيك، يفضل يقول لك كلام لما يشبعك حب، عايزه ياخد القرار، كأنه ياخد القرار ويقدم لك الحب ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عايز ايه من الشخص ده؟ انت عايزه يواجه، عايزه يواجهك حتى، يعني واجهني كده، وقف في وشي كده وقول لي اللي المفروض يتقال، حاجة زي كده هنا. طيب الشخص ده بقى عايز منك ايه؟ الشخص ده عايز منك ايه؟ عايز منك ايه الشخص ده؟ عايز منك ايه؟ عايز منك بداية جديدة. هو منطلق تجاهك، على فكرة انت هو روحه عايزاك، انت نداء الروح بتاعه، يعني روحه بتقول له هو ده، هو ده اللي بيجدد لنا الشغف. بصوا تاني، الشغف
هو اللي بيجدد لنا فرحتنا بالحياة، هو اللي الكاريزما بتاعته بتعمل لنا يومنا، بتفرحنا، طاقتك بتفرح الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز منك ايه الشخص ده؟ عايز منك ايه؟ عايز يلتزم معاك في شيء، عايز يبقى كفء ليك، يلتزم معاك، يبقى قدك، يبقى قد اللي انت فيه. انت حد شخصية قوية، حد شخصيته قوية، عايز يبقى كابابل ليك. على فكرة الشخص ده عايز يهرب من مشاعره ليك، وكأنه بيهرب من مشاعره ليك. على فكرة عايز يهرب من الانجذاب القوي اللي شعره تجاهك الشخص ده. لان الشعور اللي بيشعره تجاهك الشخص ده قوي جدا عليه، فاكنه بيهرب وبيتجنبك. لان انا بقول لك انت طاقتك بالنسبه له رهيبه. عايزك الشخص ده، عايزك، ولكن بيحاول يبقى جامد معاك وبيمسك نفسه. انا قلت لك انت اللي روحه عايزاك، وانت اللي هو عايزك. انت اصلا كلك على بعضك كده الشخص ده عايزك، بس بيديك وش خشب وبيحاول يهرب من شعوره تجاهك. يمكن ان هو يحصل عليك بالطريقة اللي هو عايزها ما ينفعش ما بينكوا دلوقتي، فبيتجنب، بيهرب. طب انت محتاج منه ايه؟ ايه احتياجك منه؟ يا لهوي، بصوا، انت عايزه يتجوزك، انت عايز استقرار وثبات، عايزه يبقى ثابت معاك، وعايز زواج، وعايز استقرار بجد. والله ما مش محتاجة كلاريفيكيشن، انت عايز زواج، عايزه يخش معاك علاقة يعني رسمية. طيب هو عايز منك ايه؟ يا لهوي، يا لا، ده هو كمان بيحبك جدا. ده انا كنت شاكة في نواياه هنا. بص، ده هو محتاج للحب بتاعك، محتاج انه يتحد معاك. على فكرة انت عايز تتجوزه، هو عايز يتحد معاك، هو عايزك. انا قلت لك الشخص ده بيحبك، ولكنه بيهرب على فكره، وبيهرب من الشعور، من الانجذاب الشديد. هو عايز يتحد معاك، هو محتاج طاقتك جنبه، لان انت اكتر شخص بتكمله. محتاج طاقتك جنبه الشخص ده، محتاج طاقتك جنبه. مش محتاجين توضيحات، دي مش محتاجه توضيح. طب نيتك ليه ايه؟ نيتك انت ليه ايه؟ يا روحي، يا روحي، يا روحي، يا روحي، ده انت جميل قوي، ده انتوا طيبين قوي وحلوين قوي ورومانسيين قوي. ايه ده؟ بصوا، ده انت نيتك ليه خير، نيتك فيه فرحة، نفرح سوا، ننبسط سوا، نتحد مع بعض، نخرج، ننطلق، نفرح. نيتك معاه فرحة، فنيتك معاه فرحة وسعادة واتحاد. برضو انت ناويله، انت عايز تتحد معاه، عايز تجمعه معاك، ننبسط، نفرح، ننطلق، نواك ليه كل الخير. يا رب نيته هو كمان تطلع حلوة. نيته ليك ايه بقى؟ هو نيته ليك ايه؟ يا لهوي، لا انتوا بتحبوا بعض على فكرة، انتوا الاتنين بتحبوا بعض. هو نيته ليك برضو يديك مشاعر، ولكن الشخص ده مش زيك. الشخص ده تقيل، الشخص ده كده جامد في نفسه وماسك نفسه كده. مش انت بتدلدق الحب كده، وانت كلك كتلة رومانسية ماشية على الارض. هو بيحبك ومحتاج يتحد معاك وعنده رغبة فيك، بس الشخص ده بيدي المشاعر مش بالقطارة، بحساب، مش يعني ما تلاقيهوش كده منطلق ومندفع، لا، راسي، تقيل، تقيل. طب خطوتك الجاية ليه ايه؟ انت خطوتك الجاية ليه ايه؟ خطوته هو الجاية ليك ايه؟ اوه، ليه كده؟ على فكرة انتوا في ما بينكم فرق مادي، اكتبوا لي في التعليقات. يعني انت طالع لي الناين اوف بنتكلز، الناين اوف بنتكلز، هو طالع لي الفايف اوف بنتكلز. يعني انت عندك وفرة وعندك خير، بس انت زعلان. يعني انت، وكأن الخير اللي انت فيه والوفرة اللي انت فيه ده، انا باين لي ان كأن حد ساكن في مزرعة، في فيلا، في ضيعة، حد ساكن في مكان كبير، عنده جنينة وعنده، لا يعني، وعنده أشجار وعنده، في حاجة كده هنا انت فيها. انت مستقل جدا، ولكن انت مش سعيد، مش سعيد في استقلالك ده. خطوتك اللي جاية فيه ايه؟ ليه ايه؟ ما تعملش حاجة. يعني انت
انت هتقعد في مكانك، في وفرتك، في خيرك، مش هتتجه تجاهه. خطوته هو ليك في الفايف اوف بنتكلز. خليني اعمل كلاريفيكيشن للطاقات دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خطوتك اللي جاية تجاه الشخص ده ايه؟ خطوتك اللي جاية تجاه الشخص ده ايه؟ العدل. انت هتعدل، وكأنك هتعدل في حق نفسك الأول. يعني هتقيم ظروفك انت الأول، وهتقيم ها أنا عملت في العلاقة دي قد ايه، أنا اديت قد ايه، هتعدل. في عدالة هنا جاية، ويمكن انت اللي تحقق العدالة دي لنفسك أول شيء. ده خطوتك تجاهه. تاني ناخد أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوتك تجاه الشخص ده ايه؟ خطوتك تجاه الشخص ده ايه؟ الوضوح. هتوضح في حاجة، هتاخد قرار يا حبيبي بشيء ما، ده انتوا هتاخد قرار عادل، او هتشوف القرار اللي انت خدته ده هو ده الحاجة المظبوطة، ده اللي المفروض يتعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوتك تجاه الشخص ده ايه؟ خطوتك اللي جاية انت هتتشافى، ربما انت هتشافي نفسك منه، مش منه، هتتشافى، او هتاخد قرار ببدء رحلة فك التعلق اذا انت متعلق بالشخص ده. انت هتعملها وانت متضايق، وهتعملها وانت متألم شوية، او ان انت مش متألم، اللي هو عارفين اما الواحد بيبقى نفسه في حاجة ويفقد الشغف تجاهها شوية. فانت هتبقى كده، انت كأنك هتاخد قرار عادل ليك بان انت تتشافى من كم الحب التعلق اللي انت متعلقه بالشخص ده، وكأنك خلاص مش هتنتظر حاجة. دي خطوتك اللي جاية ليه. طب نشوف خطوته هو ليك ايه بقى. Please clarify the five of pentacles. Please clarify the five of pentacles. Please clarify the five of pentacles. حبايبي بصوا، هو كل شيء بيد الله، وهي طاقة، والطاقة متغيرة حبايب قلبي، فمش عايزة أزعل. ماشي. هو ربما الشخص ده ان هو بيسيطر على مشاعره، الشخص ده بيحبك، صدقوني بيحبكوا، صدقوني كمشاعر بيحب، ولكن الشخص ده من النوع اللي بيسيطر على مشاعره، ويمكن وقلت لك هنا بيهرب منك الشخص ده من قوة الانجذاب ليك. هو عايز كده، هو عايز يهرب منك، ما بيقدرش يقاوم طاقتك الفايري دي، ما بيقدرش يقاومها، ما بيقدرش يقاوم حبك. ويمكن الظروف بالنسبة لكم، لان انا شايفة ان دي علاقة ثلاثية او رباعية، او حتى لو الجواز فيها لسبب ما صعب، فالشخص ده بيتجنب الطاقة القوية دي منك. فهو ربما يا حبيبي الفترة اللي جاية، خطوته اللي جاية ينعزل شوية، يبعد شوية، يركز، يشوف هو عايز ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هيستنى ارشاد الهي الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوته اللي جاية ليك ايه؟ خطوته اللي جاية ليك ايه؟ هو ربما بيتباعد يا حبايبي عشان هو في أسرة وفي زواج، وهو سعادته معاك أصلا، سعادته معاك، وفي بعده ده، إذا الشخص ده بيبعد في بعده شقاء ليه هو كمان. يعني هو بيتعب، هو هنا بيحس بالفقد والوحدة والحرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوة الشخص اللي جاية ده ليك ايه؟ خطوة الشخص اللي جاية ده ليك ايه؟ خطوة الشخص اللي جاية ليك ايه؟ وربما يقدم لك اعتذار على شيء ما عمله، يقدم لك توضيح بس بسيط، يقدم لك كلام يعرفك حاجة. خلينا ناخد رو كمان. خطوة الشخص اللي جاية تجاهك ايه؟ خطوة الشخص اللي جاية، خطوة الشخص اللي في بالك ليك ايه؟ خطوته اللي جاية ليك ايه؟ عليه أحمال يا حبايبي، بيبعد عشان عنده مسؤوليات، عنده التزامات. خطوة الشخص اللي جاية ده ليك ايه؟ محتار، في حيرة، في حيرة، عنده أحلام يقظة عليك، أحلام بالسعادة اللي ممكن كانت تحصل ما بيننا ايه كده، يعني فاهمني. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوة الشخص ده اللي جاية ليك ايه؟ خطوته اللي جاية ليك ايه؟ يسيطر على مشاعره برضو يا حبايبي. الشخص ده بيكن ليك حب، يكن ليك حب، ولكن في شيء ما هنا. خلينا نشوف ايه اكبر تحدي واقف في العلاقة اللي بيخلي الشخص ده يتجنبك ويبعد عنك ويهرب كده، غير الشغف القوي اللي هنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ايه اكبر تحدي؟ ايه اكبر تحدي واقف في العلاقة دي؟ ايه اكبر تحدي؟ ايه التحدي الكبير اللي موقف العلاقة دي، اللي بيخلي الشخص ده يهرب ويتجنبك؟
ايه التحدي اللي بيخلي الشخص ده يتباعد، بيهرب، يتجنبك؟ ايه التحدي اللي في العلاقة دي؟ الاعتراف بالحب، الشخص ده مش عايز يعترف بحب. خلينا ناخد كلاريفيكيشن. ليه؟ ربما اب، بصوا هنا في ظهر الكروت الامبرور، ربما ده اب او زوج يا حبايبي عنده التزامات فمش عايز يعترف لك بمشاعره، او التحدي هنا ان ربما الشخص ده اصلا ما اعترفلكش بمشاعره لان هو بيهرب منك. طيب خلينا ناخد لها كلاريفيكيشن. اكبر تحدي في العلاقة دي، ايه التحدي اللي في العلاقة دي؟ ايه التحدي اللي واقف في العلاقة دي؟ ايه التحدي اللي في العلاقة دي؟ شكلها تحديات كتير. ايه التحدي اللي واقف ما بينك وما بين حبيبك؟ ايه التحدي اللي في العلاقة دي اللي بتخلي الشخص ده يهرب، يتباعد؟ ربما اذا انت كمان بتديله حب كتير بيكش منك، يعني اذا انت متدلدق عليه حب فالشخص ده صدقني بيكش من مشاعر الحب اللي انت بتديها له دي، لان انا باين لي هنا ان انت رومانسي جدا وعطوف جدا ومش عايز غير الحب، فربما اذا انت بتديله كتير لا بيكش. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه التحدي اللي واقف في العلاقة دي؟ يا لهوي، في نهاية حصلت في العلاقة دي يا حبايبي بألم، بوجع. ده تحدي في العلاقة. ايه التحدي اللي في العلاقة دي؟ ايه التحدي؟ الزواج. في حد، بصوا الكروت بتتقلب تاني يا حبايبي. زواج، مسؤوليات. ايه التحدي اللي واقف في العلاقة دي؟ ايه اكبر تحدي في العلاقة دي؟ استقلال مادي، ربما مش مستقل ماديا، ربما امكاناتك المادية اعلى من الشخص ده، ربما تهرق. افهموا الكلمة، ربما تهرق. عائق، تحدي بالنسبة للشخص ده. انت حد بريء كالأطفال، حد طاهر كالأطفال، والشخص ده عنده شهوة جسدية عليك بحب، عشان بس ما تقولوش هي شهوة بس أو رغبة بس. الشخص ده بيتجنبك عشان بيحافظ على طهارتك، مش عايز يأذيك، لأنه لو جالك الشخص ده مش هيقدر يتملك نفسه تجاهك، وانت بالنسبة له مش انت اللي يعك معاه، مش انت اللي يعك معاه، مش انت اللي يغلط معاه، حتى لو هو متعدد، حتى لو هو بتاع علاقات، مش انت، لان الشخص ده بيحبك بجد وبيخاف عليك بجد ويكن ليك مشاعر حب بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه التحدي اللي في العلاقة دي؟ ايه التحدي اللي في العلاقة دي؟ متعلق في اوضاع ما، في عطلة ما هنا معطلة الشخص ده. ايه هي؟ ايه العطلة اللي معطلاه؟ ايه التعطيلات اللي عند الشخص ده؟ معين، معين لأسرة يا حبايبي، معين لأسرة وأفراد. طب أنا هاخد لك نصيحة أنت من الطارو. إيه اللي أنت إيه النصيحة اللي محتاجها؟ تعمل إيه في العلاقة دي؟ تعمل إيه تجاه الشخص ده؟ تعمل إيه تجاه الشخص ده اللي يحسن العلاقة ويخلي الشخص ده يجيلك ويعترف في صالح العلاقة، يعني وفي صالح اتحادك مع الشخص ده؟ إيه النصيحة اللي أنت محتاجها في صالح اتحادك مع الشخص ده؟ الوضوح. طب تبقى واضح في إيه يعني؟ ده انت اكيد واضح، مشاعر الحب اكيد واضحة. طب ايه اللي تبقى واضح فيه؟ بليز كلاريفاي ذا ايس اوف سورد، او تاخد قرار، خاصة لو اصحاب العلاقات الثلاثية والرباعية هنا بيسمعوني، او تاخد قرار في عيلتك، اذا عيلتك اللي واقفة هتقدر تقف قصاد عيلتك ولا لا، اذا انت في فروقات ما بينك وما بينه هتقدر تدفع تمن ان انت تبقى مع الشخص ده. وهنا نصيحتك ان انت تبقى واضح او تاخد قرار قاطع. استنوا حبايبي بنعدل الورق بس لان الورق اتقلب جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه النصيحة لحبيبي اللي بيسمعني؟ ايه النصيحة لحبيبي اللي بيسمعني تساعده في الاتحاد مع الشخص ده؟ ايه النصايح لحبيبي اللي بيسمعني تساعده في الاتحاد مع الشخص ده؟ يا لهوي، تحب حب لا مشروط في الفترة دي، تحب حب لا مشروط في الفترة دي وتاخد قرار او تبقى قاطع في امر ما، او ربما يا حبيبي تبدأ بداية جديدة لنفسك. سيبك منه دلوقتي وركز على نفسك، حب نفسك انت كمان حب لا مشروط وابدأ بداية جديدة. بليز كلاريفاي ذا ايس اوف سول. ايه اللي حبيبي نصيحة تساعده على الاتحاد مع الشخص ده يا حبيبي؟
النصيحة اللي تساعده انه يتحد. اقفل حاجة، لازم حاجة هنا تتقفل، اقفل حاجة. وان هنا النصايح اللي ليك ان انت تاخد قرار في شيء ما، تبقى قاطع تجاه حاجة تقفلها. تخلي في قلبك الخير، تخلي في قلبك الحب، تخلي عندك رغبة في العطاء وحب لا مشروط في الفترة دي، وتشتغل على شفائك. وربما العطاء ده لنفسك يا حبيبي برضو، ان انت تحب نفسك، تحب نفسك بالطريقة اللي ما تعرضهاش للأذى، تحب نفسك بالطريقة اللي ما توجعش قلبك بيها. فانت هنا ربما عشان كده هتقرر ان انت تتشافى وتفك التعلق، دي خطوتك اللي جايه ليه. خليني اخد لك نصايح تانية. ايه النصيحه اللي حبيبي اللي بيسمعني محتاجها عشان يتحد مع الشخص ده او تساعده في العلاقه دي؟ ايه النصايح اللي حبيبي محتاجها تساعده في العلاقه دي؟ يا لهوي، البدايات الجديده يا حبيبي، ابدأ بدايه جديده. محتاج تشتغل على نفسك يا حبيبي، او تخلي نفسك انت، مش عارفه ليه جايالي كده الطاقه دي قوي، ان انت تخلي نفسك انت مركز الاهتمام. انت بص بقول لك خلي بالك على نفسك، خلي بالك على شغلك، خلي بالك على جسمك، ركز على حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت تسيطر على مشاعر. وده توأم روحك على فكرة، الشخص ده يا توأم روح يا توأم شعلة هنا من أول كارت نزل لي. عشان كده في الشد والجذب ما بينك انت والشخص ده، ربما انت المطارد وهو الهارب. واضحة؟ لسه يا حبيبي الشخص ده محتاج شغل على نفسه، وانت محتاج شغل على نفسك، وانت هتقرر تعمل كده. انت هتقرر تشتغل على ذاتك، وما هيحصل وضوح لما تشتغل على نفسك. في قرار قاطع هتاخده، يمكن القرار القاطع ده هو خطوتك اللي جاية ان انت تفك التعلق. ويا حبايبي اللي زي قلت لكم اللي في علاقات ثلاثية او رباعية، محتاج تاخدوا قرار، محتاج تاخد قرار هنا. ماشي يا حبايب قلبي؟ خليني اخد لك بالبندول سؤال انت اسأله. اسأل سؤال كده ونشوف البندول هيرد يقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ايه الإجابة على السؤال اللي حبيبي هيسأله؟ اسأل سؤال في دماغك كده ونشوف الإجابة عليه ايه. بسم الله. إجابة السؤال اللي حبيبي هيسأله ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة السؤال اللي حبيبي بيسأله ايه؟ ايه إجابة السؤال اللي حبيبي بيسأله؟ الإجابة نعم يا حبايب قلبي، نعم، واضحة وبقوة، يعني بتروح بقوة. أتمنى لكم يا حبايب قلبي كل الخير، كل الحب، كل السعادة. أتمنى أن القراءة دي تكون عجبتكم. مش عايزاكم تزعلوا يا حبايب قلبي، مش عايزاكم تزعلوا. دي طاقة، عشان هنا الشخص ده في خطوته اللي جاية، دي طاقة يا حبايبي، والطاقة متغيرة. أنا عجباني أصلا خطوتك اللي جاية، خطوتك اللي جاية اللي أنت هتقرر تتشافى. وصدقوني لما أنت بتعز نفسك، ولما أنت بتشتغل على نفسك، لما أنت بتشتغل على نفسك الشخص التاني بيتصلح وبيحس بقيمتك أكتر. فانت سيبه خالص، ما تشغلش دماغك بيه، خليك فوكس على نفسك، خليك واضح مع نفسك. شوف انت محتاج ايه اللي يسعد قلبك، التطور اللي انت محتاجه، محتاج تحقق ايه في حياتك وحققه. ماشي يا حبايب قلبي؟ نفسك اولا، حب نفسي اولا. خلاص يا حبايب قلبي؟ متشكرة ليكم جدا يا حبايبي. اتمنى تكون القراءة عجبتكم. لو عجبتكم القراءة ادعموا الفيديو باللايك يا حبايب قلبي. اكتبوا لي كومنت وقولوا لي فعلا المواجهة دي انت حاسس، لان انا بقول لكم التارو بيأكد احاسيس انتوا عارفينها، هو الشخص ده بيعمل كده ولا لا؟ اكتبوا لي تعليق، قولوا لي. حبايبي اللي لسه ما اشتركوش في القناة، يسعدني يا حبايب قلبي اشتراككم. متشكرة ليكم جدا. كانت معاكم قناة ستار داست تاروت ان ارابيك. مع السلامة. اهلا بيكم حبايبي اصحاب المجموعه التانية اللي اختاروا مجموعه الحروف دي. اسيب لكم يا حبايبي الحروف في صندوق الوصف، او اللي اختاروا الصدفه دي او القوقعه دي. هنشوف الاول طاقتك ايه يا حبيبي عشان تعرف القراءه دي مناسبه ليك ولا لا. حبايبي انا قراءاتي طاقه مفتوحه من اي وقت انت تسمع فيه الفيديو للجنسين. القراءات طاقه مفتوحه يا حبايبي في القناتين، سواء قناه ستار داست تاروت ان ارابيك او قناه ابراج ستار داست تاروت، القناتين
طاقاتهم مفتوحة. اللي عايز يرجع لأي فيديو في القناة يضمر نيته ويرجع يا حبايب قلبي. متشكرة لكم جدا على دعم الفيديو باللايك، متشكرة لحبايبي اللي بيعملوا لي سوبر ثانكس، ربنا يسعد قلوبكم. متشكرة للمشتركين القدام الأوفياء الغاليين على قلبي، متشكرة للمشتركين الجداد وحبايبي اللي لسه ما اشتركوش في القناة، يسعدني يا حبايب قلبي اشتراككم. نشوف طاقتك انت ايه يا حبيبي عشان تعرف القراءة دي مناسبة ليك ولا لأ. اذا حسيت الطاقة مش منطبقة شوف المجموعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقتك ايه يا حبيبي يا اللي بتسمعني؟ حبيبي ربما انت في علاقة روحية، او ربما انت مستقر في زواج، او ربما طاقة العلاقات الرباعية موجودة هنا. طاقة حبيبي اللي بيسمعني، طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقة حبيبي اللي بيسمعني انت صابر على اوضاع معينة يا حبيبي، في طاقة صبر، صابر على شيء معين، بتقيم وضع معين. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقة حبيبي اللي بيسمعني بتوازن امرك، بتوازن امورك، يمكن بتوازن ما بين الروحانيات والمادية. ربما انت حد روحاني جايز، فبتوازن ما بين الامور المادية والامور الروحانية دلوقتي، بتوازن نفسك يعني. ربما بتوازن اذا انت في زواج، اذا في زواج وفي استقرار، وما بين علاقة روحية انت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ ربما يا حبيبي انت بتحاول تحمي نفسك، بتحاول تخلي نفسك في مكان ما حدش يوصل لك فيه، كأنك عامل الاون سبيس بتاعك. يعني اوضتك مثلا اوضتك اما بتبقى متضايق تقعد في اوضتك مش عايز حد يخش، بتقعد في مكان مش عايز حد يخش في المكان اللي انت فيه، بتحاول تدافع عن نفسك، بتعمل اسوار ما بينك وما بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني، طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ ربما انت في زواج يا حبايب قلبي، او مستقلين ماديا، او في وفرة مادية. ربما انت انتظرت كتير عشان حاجة. طاقة حبيبي اللي بيسمعني انت على فكرة بتفكر في امور مادية جامد جدا، يعني في امر مادي ما، عايز حاجة حقيقية على ارض الواقع، حاجة ملموسة تمسكها في ايدك، مش مجرد احساس، مش مجرد تخيلات، لا عايز شيء مادي. يا لهوي، انت ربما شايف الشخص اللي انت بتسأل عنه ده مراية ليك، انت بتحاول تسيطر على عواطفك، لا ده مراية بجد. لا ده الشخص اللي انت شايفه ده بيعكس لك حاجات في نفسك كمان، وانتوا شبيهين لبعض جدا، شبيهين لبعض فيك، انت بتحس ان الشخص ده شبيه ليك. الشخص انت بتتمنى شيء، او ربما انت حد مشهور، ربما انت حد مشهور معروف، او بتتمنى شفاء ما. مش عارفة، انا حاسة هنا برضو طاقة المشاهير قوي موجودة هنا، كأن حد مسلطة عليه الأضواء، كأن حد مسلطة عليه الأضواء، أو كأن حد عالي مكانة، يعني مكانتك عالية جدا، ولكن ربما أنت متعلق في أوضاع ما، متعلق في شيء ما يا حبيب قلبي، متعلق في شيء ما هنا. طيب هقول لكم الأبراج اللي ممكن تكون أنت منها أو الشخص ده منها. ربما أنتوا من برج الحمل، ربما من برج الجدي، برج الأسد، برج الجدي مرة تانية، كل الطاقات الترابية موجودة، برج العقرب، برج الأسد، برج الدلو مرتين. ربما انت او الشخص ده من الطاقات دي، ومش بالضرورة، دايما اقول لكم مش بالضرورة يا حبايب قلبي اللي ما يتذكرش البرج بتاعه يبقى الطاقة مش ليه. طيب خلينا نشوف طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه ده بقى ايه، طاقته هو ايه؟ طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه. الشخص ده فياض بالمشاعر، في قلبه مشاعر قوية جدا، بيحب الشخص ده حب لا مشروط. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، انا قلت لكم انتم مراية لبعض، ربما الشخص ده هو كمان في استقرار زي ما انت في استقرار، جايز هو كمان مستقر. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه ايه؟ طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه هو كمان بيحاول يوازن نفسه يا حبيبي، وبيحاول يوازن ما بين امرين، بيحاول يوازن شيء، بيحاول ياخد قرار في شيء. ربما حاسس علاقته معاك انفينيت، علاقة لا نهائية ما بتنتهيش، مهما حاول يتوازن، مهما يحاول ياخد قرار مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه شخصية قوية جدا، الشخص ده شخص مسيطر قوي،
بيعرف يتحكم في مشاعره، بيعرف يروض كمان اللي قدامه، بيعرف يروض اللي قدامه قوي. يعني لو قدامه ايه وحش كاسر هيعرف بحنانه وبطريقته يخليه قطة. مشاعر الشخص ده ايه؟ الشخص ده بيمر بتغيرات معينة، عايز تغيير في شيء ما، تغيير في شيء ما يا حبايب قلبي. وربما العلاقة اللي انت بتسأل عنها مع الشخص ده منتهية بقالها فترة، جايز مش بالضرورة، محتاجة تغيير، محتاجة إعادة إحياء تاني. ربما دي طاقة علاقة ثلاثية يا حبيب قلبي، ربما أو ربما أنت تعرف الشخص ده عن طريق شغل. الشخص ده في نيته خير، بيحب يقدم الخير، عنده عطاء، عنده رغبة في المشاركة. الشخص ده بيدور على العدالة دايما، بيحاول يعدل في قراراته، بيحاول ياخد القرار الصائب، القرار بحكمة، بيوازن أموره. الشخص ده مصر هنا منورة مرتين، طلعت لي الأهرام مرتين. الشخص ده يا حبايب قلبي، الشخص ده يا حبايبي حد مهتم بنفسه، بيدور على شغله، بيشوف حياته، بيشوف اهتماماته بجسمه، لو سيدة ببشرتها، اهتمامها بعنايتها ببشرتها، خصوصا احنا في فترة الشمس دي والحر دي. فلا، في حد هنا بيهتم بنفسه. لو انت بتسأل على سيدة تهتم بنفسها الفترة دي، الشخص ده عنده صحوة روحية أو بيمر بصحوة روحية. في حبايبي سألوني يعني إيه صحوة روحية؟ يعني بصوا يا حبايب قلبي، ساعات الإنسان يبقى ماشي طول عمره عنده مبادئ معينة مثلا، أو عنده أفكار معينة، يجي وقت في حياته يتساءل، هو الأفكار اللي أنا عملتها دي هي دي ساعدتني بجد؟ هي الحاجات اللي أنا ماشي عليها دي، هو الأمور اللي أنا كنت بخلي بالي منها وباخد بالي تسوى حاجة؟ كأنه تفتيحة عين، كأنه فوقان، كأنه كان نايم وصحي بيفوق على شيء معين. طب هو ده اللي بيسعدني؟ طب انا كنت طول عمري بخاف من كلام الناس، الناس قدمت لي شيء كده، هي دي الصحوة الروحية، تفتيحة عين، فوقان، بشوف الحقيقة، بشوف الحقيقة، بشوف الواقع على حقيقته، ان كلام الناس ده لا يسوى شيء، الدنيا دي ما تسواش شيء، حاجة زي كده يعني. الشخص ده منطلق ومندفع في حياته، يعني منطلق تجاه رغبات معينة، شخص قائد، ليدر. الشخص ده على فكرة ليدر، يقدر يمشي مجموعة حواليه بس مش بإشارة منه، يعني بفكره كده ومن غير ما يتكلم، يعني انت عامل كذا وانت عامل كذا، كأنه قائد تيم، فاهمني؟ دي طاقته. وخليني اقول لكم الابراج اللي ممكن يكون منها الشخص ده. كل الطاقات المائية موجودة، برج الثور موجود، برج الجدي موجود، برج الاسد، برج العقرب، برج الجدي كمان مرة، برج الميزان، برج الحمل، الاويكننج دي مش برج السرطان. ماشي يا حبايب قلبي، ربما انت او الشخص ده من الطاقات دي، ومش بالضرورة اللي ما يتذكرش البرج بتاعه ان القراءة مش ليه، لا يا حبيبي، مجرد تأكيد بس لبعض الطاقات الافراد اللي بيسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نسأل اسئلتنا بقى النهاردة. المواجهة اللي ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتسأل عنه ده، مشاعر الشخص ده ليك ايه؟ مشاعره الحقيقية من جوه قلبه ليك ايه؟ مشاعر الشخص ده الحقيقية من جوه قلبه ليك ايه؟ مشاعره الحقيقية من جوه قلبه. مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك من جوه قلبه. طيب، انت عايز ايه من الشخص ده؟ انت عايز منه ايه؟ هو عايز منك ايه؟ الشخص ده عايز منك ايه؟ انت محتاج منه ايه؟ ايه احتياجك للشخص ده؟ ايه اللي انت محتاجه منه؟ محتاج منه ايه؟ هو محتاج منك ايه؟ محتاج منك ايه الشخص ده؟ انت شايف الشخص ده ازاي؟ انت شايف الشخص ده ازاي؟ بسم الله. انت شايف الشخص ده ازاي؟ هو بقى شايفك ازاي؟ هو شايفك ازاي الشخص ده؟ هو شايفك ازاي؟ هو شايفك ازاي؟ نيتك ليه ايه؟ ناويله على ايه انت؟ نيتك ايه ليه؟ هو ناويلك على ايه؟ هو ناويلك على ايه الشخص ده؟ ناويلك على ايه الشخص ده؟ خطوتك اللي جاية، خطوتك اللي جاية تجاه الشخص ده على أرض الواقع، خطوتك اللي جاية تجاهه ايه؟ خطوتك اللي جاية تجاهه، خطوته هو اللي جاية تجاهك ايه؟
خطوته اللي جاية تجاهك ايه؟ خطوته اللي جاية تجاهك ايه؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. مشاعر الشخص ده ليك ايه يا حبيبي؟ مشاعر الشخص ده تجاهك ربما في وضوح ما حصل للشخص ده، في قرار ما خده الشخص ده، في حكمة ما اكتسبها الشخص ده، فيهم حاجة في علاقتك معاه. الشخص ده نفسه يبدأ معاك بداية جديدة، حتى لو الطريق طويل، حتى لو في صعوبات، عايز يبدأ معاك بداية جديدة، عايز يتشافى، عايز يشفي العلاقة دي الشخص ده، أو هو بيحسك شفاء، بيحسك راحة. يمكن الشخص ده الفترة دي هادي، ما بيعملش أكشنز كتيرة. انا قلت لك ربما انت عارف الشخص ده عن طريق الشغل، او عرفته بعد عن كوميونتي معينة، اصحاب، اصدقاء. ربما في ما بينكم يا حبايبي اختلافات اجتماعية، او انت حد ذو شأن عالي وهو صغير، او العكس، او في اختلاف عادات تقاليد ما بينكم، حاجة زي كده هنا. ربما دي علاقة برضو فيها في طاقة العلاقة الثلاثية والرباعية برضو موجودة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ مشاعر الشخص ده الحقيقية من جوه قلبه. الشخص ده متردد، هو أكنه اتوضح له هو ليه مثلا متردد انه ياخد اكشن تجاهك، ايه اللي مخليه واقف، ايه اللي مخلي رجله ثابته على الارض والرجل عايزه تروح، ليه بيقدم رجله بيأخر رجل، في حقيقه ما اتضحت للشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ في حيرة الشخص ده، في حيرة او في احلام يقظة الشخص ده بيتخيلك فيها. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ مشاعر الشخص ده تجاهك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ الشخص ده بيحاول يطلع من حزن معين يا حبيبي، بيحاول يتحرك، او يمكن خد قرار بانه يبطل يزعل. يمكن هو زعل الشخص ده اللي هو يقف زعلان ويبكي على اللبن المسكوب. جايز الشخص ده القرار اللي خده انه يطلع من الاوهام ويبطل تردد، ويبطل انه واقف حزنان، ياخد موقف واضح تجاهك. هو ده ربما الوضوح اللي جال الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه؟ مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه؟ بيحبك وبيحب يحتفل معاك وبيحس ان انت وحدة، وعايزك عشان السعادة اللي بتسببها له، عايز يبدأ معاك بداية جديدة يشعر بيها بالفرحة والسعادة والاكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده الحقيقية، على فكرة انت اللي بتحقق له السلام الداخلي، انت اللي بتحقق له الوحدة. معاك بيحس انه ممكن يعني يتهور في حاجة هو لو هو بعقله مش هيعملها، ولكن هو بيحس ان يلا انا هعمل، انا هعمل الحاجات دي لان هي بتفرحني معاه. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ في حاجة بيوازن ما بينها وما بينك الشخص ده. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ يشعر تجاهك بايه؟ يشعر ان انت سيطرت عليه، ان انت سيطرت عليه سيطرة كاملة، بعطفك، بحنانك، بالفرحة اللي انت بتعملها له. انت سبب في سعادة الشخص ده، فمسيطر عليه انت بالشعور اللي بتديهوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا تاني، عايز يبدأ معاك بداية جديدة الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده تجاهك الحقيقية ايه من جوه قلبه؟ مشاعره الحقيقية ايه من جوه قلبه؟ هو ربما دلوقتي بيتشافى الشخص ده من شيء ما، هادي، ما بيعملش اكشنز كتيرة. حتى لو قاعد معاك، حتى لو انتوا الاتنين في علاقة واحدة تلاقيه هادي ما بيتكلمش كتير، حتى لو انتوا مع بعض في بيت واحد بتلاقوه بيقعد لوحده كتير، حاجة زي كده هنا. مشاعر الشخص ده، بص هو بيتشافى الشخص ده على فكرة دلوقتي، بيتشافى من شيء ما. يمكن كان عيان مثلا ولا حاجة، تعبان مريض فعلا وبيتشافى. في أمنية بيتمناها الشخص ده من رب العالمين، يعني في صلواته في دعواته بيتمناك كده أمنية من ربنا. مشاعر الشخص ده ليك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ يا لهوي، لا ده الشخص ده بيفكر كتير قوي في العلاقة دي على فكرة، وبيفكر فيك كتير. بصوا انا في اغنية جاتلي اللي هي ليلة، لو باجي ليلة في عمري أبيه الليلة واسهر في نور عيونك في ليلة عمر
يا الله يا الله وش كتر انتي جميلة. جميلة قوي الأغنية دي، ده بعت لكم حتة أغنية، ده جات لي كده والله فجأة وانا بنزل الكارت ده. ليا كمان البارت بحلم بيك دايم وانا صاحي ونايم. انا قلت لك الشخص ده عنده احلام يقظة تجاهك، وهو نايم بيحلم بيك فعلا احلام بيك، وهو صاحي بيتخيلك. وش كتر انا احبك. احبكوا يا حبايبي. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه الحقيقية من جوه قلبه. الاغنية دي فظيعة. حاسس ان انت علاقة قدرية يا حبيبي، حاسس ان انت علاقة قدرية. كان مقدر انه يقابلك، كان مقدر انه يدخل معاك في العلاقة دي حتى لو في طرف تالت. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني. في نهاية حصلت للعلاقة دي، انتم منفصلين ولا ايه؟ حتى لو منفصلين الشخص ده مقرر انه يتحرك تجاهك. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ عايز استقرار معاك. ربما انتهت العلاقة اذا هو في زواج عشان الزوجة، واذا هو مش في زواج اذا ده رجل عشان او عشان عيلة او عشان استقلال مادي معين، واذا هي زوجة عشان نهت العلاقة دي عشان هي او زوجة، او ربما الام عندها رفضة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ هو يشعر بيك اصلا ان انت شخصية مستقلة وكأنك مش محتاج له، حتى لو انتهت العلاقة دي كأنك قوي واقف على رجليك مش متأثر. مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه؟ مشاعره ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ الشخص ده بيبص لك على طاره على فكرة. ربما ده حد روحاني جدا، ده حد روحاني جدا 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 الشخص اللي انت بتسأل عنه ده. وربما بيبص في طاره ولا فنجان، او حتى من غير ما يبص وبيعرف يجيب اخبارك اساسا. يمكن بيحلم. انا مش بقول لك بحلم بيك دايم وانا صاحي ونايم. الشخص ده بيشوف رؤى، شوف رؤى، بيشوف حياتك انت وهو في الحلم. يعني بيشوف احوالك، يحس بيك انت ها كويس مبسوط زعلان، بيروح وبتجيبك في الحلم، بتعرف انت فيك ايه. على فكرة الشخص ده شايفك توأم روحه لا محال، لان الكارتين دول هم ازواج بعض اصلا. يعني الاتنين دول هم القابل بتوع بعض، فهو شايفك حبيبه اساسا، شايفك توأم روحه، مش شايفك عشان بقول لكم انا شايفك علاقة قدرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ مشاعره تجاهك ايه؟ نفسه يعدل معاك، وربما الشخص ده معيل، عنده اولاد، عنده اسرة، عنده بيت بيخلي باله منهم، حاجة زي كده. هنا بص انا بقول لك بيخلي باله منهم. ربما الشخص ده عنده اولاد والاولاد مهمين في حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤول عنهم. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ عايز يسمع منك، بيراقبك الشخص ده، بيراقبك يعني بيركز معاك انت بتعمل ايه. انت عايز يسمع منك رسالة، عايزك تبعت له رسالة، حاجة زي كده، مستني منك كلام. دي مشاعره ليك يا حبيب قلبي. طيب خلينا نشوف انت بقى، نبدأ المواجهة. انت عايز ايه من الشخص ده؟ عايز منه ايه؟ عايز تغيير، عايزه يغير شيء ما، يغير الاسلوب اللي بيستخدمه، يغير السبات العميق اللي هو عايش فيه. شخص ده في سبات ما بيتغير، ما بيعملش حاجه، ما بيعملش اكشنز. عشان انا قلت لكم هنا هو مقضيها احلام ومقضيها كده مع نفسه، بيتشافى وبيتمناك من بعيد. انت عايز منه تغيير، عايزه يشيك العلاقه دي. قوم، انت ميت، اصحى كده كده، اصحى قوم قول حاجه، اتحرك. انت عايز ايه من الشخص ده؟ ايه اللي انت عايزه من الشخص ده؟ انت عايز زواج. بصوا اللي اتقلبوا ورا بعض. انت عايز منه زواج، عايزه يفك التربيطه دي. خليني اخدها لكم تاني. بس انت عايز منه جواز، انت عايز يغير العلاقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول له ايه فوق؟ انت مش حاسس ان احنا توأم؟ احنا مش عارف، مش حاسس ان احنا اكتر اتنين مناسبين لبعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي على الكروت اللي قاعده تتقلب. انتوا في علاقه روحيه يا حبايب قلبي. لان شفت تاني، بصوا الفور اوف وانز مقلوبه، اتقلبت. انت عايز منه فرصة بجد. يا لهوي، انت عايز منه بداية جديدة. اذا العلاقة دي منتهية انت عايز يرجع، انت عايز رجوع للعلاقة دي، عايزه نرجع تاني، عايز عودة. اذا هنا في منفصلين انتوا عايزين ترجعوا للشخص ده. عايز ايه من العلاقة دي؟ عايز ايه من العلاقة دي؟ عايز استقرار، عايز يقدم لك عرض جواز، عايز عرض حقيقي.
يا لهوي طاقة، انت زهقان بقى متعصب لان انا ايه، في طاقة كده جات لي كأني عايزة امسك الشخص ده، عايز عارفين نرجه كده نفوقه، ايه اصحى كده. هل انت بقى المتغاظ من الشخص ده؟ خلص بقى، قوم اتحرك اعمل حاجة كده، انت عايز كده. طب هو عايز ايه منك في العلاقة دي؟ عايز يتحد معاك، وعايز اتحاد، عايز وحدة معاك. الشخص ده بيحبك على فكرة، بيحبك صدقني، بيحبك جدا وشايف معاك السعادة، شايف معاك السعادة الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الشخص ده عايز ايه منك؟ الشخص ده عايز ايه منك؟ عايز ايه منك؟ عايزك تختار. اذا انت محتار في اختيار، عايزك تختار، عايز شغف منك، عايز حب، عايزك تبطل تردد وتنطلق عليه زي ما هو منطلق ومندفع تجاهك. عايز منك ايه الشخص ده؟ عايزك تبطل حيرة، سيطر على نفسك وتسيطر على الموقف. عايز منك ايه الشخص ده؟ عايز الروحانيات اللي معاك برضو، لو في تواصل روحي مش عايز يقطع التواصل الروحي الشخص ده، عشان انت حد روحاني وهو حد روحاني، عاجبه الرابط الروحي اللي ما بينك وما بينه، مش عايزه يتفك. طيب محتاج انت ايه منه؟ ايه الاحتياج اللي في العلاقة دي؟ محتاج ايه من العلاقة دي ومن الشخص ده؟ يا لهوي عايزه يعترف لك بحبه، وعايزه يتكلم معاك، عايزه يجي يقول عبر، اصحى فوق، اتكلم معايا، خلينا نتكلم، خلينا نوضح. انت عايز منه كده. عايز ايه من الشخص؟ ايه احتياج؟ محتاج اعتراف. عارف، محتاج اعتراف من الشخص ده، محتاج كلام من الشخص ده، يجي يتكلم يقول. محتاج ايه من الشخص ده؟ انت محتاج ايه من الشخص ده؟ محتاج ايه من الشخص ده؟ محتاج لو رفضك الشخص ده يقول لك سبب رفضه ليك ايه. محتاج يوضح لك انت حاسس بمشاعر الشخص ده، انت حاسس بمشاعره، وانت محتاج حب، ومحتاج انه يجي يكلمك ويقول لك ليه رفضك، ليه بيعمل كده. بسم الله. اذا رفضك الشخص ده للبعض، محتاج ايه؟ عايز تتجوزه، عايز ثبات، تين اوف بنتكلز، عايز استقرار معاه. محتاج تواصل معاه، محتاج يتكلم. على فكرة الشخص ده معيشك في أوهام، يعني معيشك في الوهم، انت مش عارف هو حقيقة مشاعره ايه. يمكن الشخص ده غامض معاك، مخليك في أحلام، مخليك في وهم، مش فاهم هو عايز ايه. طب انت هو بقى محتاج ايه منك؟ محتاج ايه منك ومن علاقتك؟ عارفين اللي جالي ايه؟ إذا انت في حد في حياتك تطلعه بره. بصوا شايفة دي بتعمل عاملة ازاي؟ كأنك عارفين دي الحركة دي ان انت ترمي الشخص ده بره. عايزك اذا في حد في حياتك تطلعه بره، دي حاجة. والحاجة التانية، محتاج من العلاقة دي الشخص ده ان هي تتنقل لبر سلام وامان، تاخد شكل تاني. يعني الشخص ده عايز تحول في العلاقة دي، محتاج ان طبيعة العلاقة نفسها تتحول. مثلا اذا انتوا مش معترفين بالحب لبعض وبتكلموا بعض عن طريق صداقة، لا الشخص ده محتاج ان لا العلاقة مسارها يتغير، ناخد العلاقة لبر سلام وأمان. هو ده اللي محتاجه. محتاج ايه الشخص ده في علاقتك معاه؟ محتاج ايه الشخص ده في علاقتك معاه؟ محتاج ايه الشخص ده في علاقتك معاه؟ يا لهوي. إذا علاقة ثلاثية محتاج تبعدوا عن العلاقة الثلاثية دي، لأننا في كسرة قلب. بصوا 3 اوف سورد. الشخص ده مش عايز يوريك كسرة قلبه. إذا هو مكسور قلبه الشخص ده أو حاسس بخيبة أمل، محتاج تشافي من ألم معين حصل، محتاج الشخص ده تشافي من ألم. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاج ايه في علاقتك؟ محتاج ايه منك الشخص ده؟ ايه اللي محتاجه منك؟ يا لهوي. على فكرة انتوا محتاجين تتجوزوا، انتوا الاتنين محتاجين تبقوا سوا، وكأن انتوا تبقوا سوا دي رغبتك ورغبته واحتياجك واحتياجه. انتوا الاتنين محتاجين ان انتوا تبقوا سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاج ايه الشخص ده من علاقته معاك؟ أمنية الحب تتحقق، تشافي يحصل، استقرار يحصل، ثبات يحصل. طيب الشخص ده شايفك ازاي؟ انت شايفه ازاي؟ شايف الشخص ده ازاي؟ شايفه محتار. انت شايفه محتار وفي حيرة ومحيرك معاه، وشايفه عايش في احلام اليقظة ومش واخد قرار ومش عارف راسه فين ورجله فين يعمل ايه. انت شايفه محتار خالص، شايفه محتار خالص، مش محتاجة كلاريفيكيشن. هو شايفك ازاي؟ هو شايفك ازاي؟ يا لهوي. شايفك علاقة روحية يا حبيبي، شايفك انت توأم شعلته،
شايفك توأم شعلته على فكرة. مش محتاجة كلاريفيكيشن، مش محتاجة كلاريفيكيشن. طيب نيتك انت ليه ايه؟ يا لهوي، لا يا حبيبي، ده انتوا عايزين تتجوزوه بجد. التين اوف بنتكلز. شوف طلعت لي التين اوف بنتكلز كام مره. انت عايز تتجوز الشخص ده ونيتك ليه جواز، انت مش عايز تلعب معاه. طيب هو نيته ليك ايه؟ نية الشخص ده ليك ايه؟ مم. ربما نيته يا حبيبي انه يتباعد سنة او ياخد جنب سنة. هو على فكرة هو واخد جنب اصلا، هو بيتشافى، فهو لسه زي ما هو بيتشافى وواخد جنب وقاعد لوحده مستني الارشاد الالهي. يمكن بيعدي هو بصحوة، يمكن بيعدي بتفتيحة عين. انا مش عارفة دي جات لنا في طاقته ولا لا. تفتيحة العين دي جات لك في طاقتك ولا في طاقته؟ تقريبا هو. فالشخص ده لسه بيحسس، يعني عارفين لسه بيلاقي طريقه فين لسه. طيب خطوتك انت اللي جايه ليه ايه؟ خطوتك اللي جايه ليه ايه؟ انت هتجتهد على العلاقه دي يا حبيبي. انت نيتك ان انت تجتهد على العلاقه دي، تجتهد وتدي في العلاقه دي. هو ربما برضو يعمل ما بينك وما بين حوالي. لسه الشخص ده بيتشافى يا حبايب قلبي، لسه بيتشافى من شيء ما. طيب خليني كده ناخد لهم كلاريفيكيشن. هاخد لنيته الاول. نية الشخص ده تجاهك ايه؟ نيته تجاهك ايه؟ نيته تجاهك ايه؟ نية الشخص ده تجاهك ايه؟ ناويلك على ايه الشخص ده؟ النوايا تجاهك. هو على فكرة هيطلع من الحزن ده. هو بيتعبد لربنا، بيصلي، بيحاول يطلع من اللي هو فيه، بيطلع من الحزن. لاننا ربما انتوا هنا منفصلين جايز، فإن هو بيطلع من حزنه، بيفوق، بيعمل تشافي الشخص ده. فاصبر عليه، اصبر عليه يا حبيب قلبي، اصبروا كده. وما صبرك الا بالله. ومش معنى ان بقول لك تصبر ان انت توقف حياتك، عشان في ناس بتقول لي احنا انتظرنا كتير واحنا استنينا كتير. انا لا انصح حد بالانتظار وانه يبقى موقف حياته على شخص. طب ما ممكن افرض تشافيه خد وقت وهو متجوز مثلا وعنده حياته وعنده اسرته، او هو ما بيفكرش اصلا في الجواز مثلا. لا، فانت اصبر وعيش وخلي الاوبشنز قدامك مفتوحه. مش يمكن يجي لك حد ينسيك الشخص ده؟ فربما الشخص ده بيتشافى وبياخد وقت في التشافي. فانت خلي الاوبشنز قدامك مفتوحه، افرح، انبسط، انطلق، طور من نفسك وهو بيتشافى. لما انت هتبقى كويس صدقني هتعجل بشفاه، هتعجل بشفاه الشخص ده. بسم الله الرحمن. تخليه يحس بقيمتك اكتر لما يلاقيك انت بتشتغل، بيلاقيك انت في شغلك، في حالك، في حياتك، مهتم بنفسك، هو هيتحرك. نوايا ليك ايه؟ نوايا لك ايه الشخص ده؟ نوايا لك ايه الشخص ده؟ يتشافى. بصوا كم مرة يجيلي كارت الشفاء. الشخص ده نيته ليك، ربما هو متباعد دلوقتي، بس الشخص ده متردد يديلك عرض معين. بس هو لسه يا حبايبي بيلاقي طريقه. هو ده لسه بيلاقي تشافي، لسه بيفوق. هو دلوقتي في رحيل، فهو مكمل في الرحيل، مكمل في الهدوء. ده النية، ده نيته. طيب خلينا ناخد خطوته اللي جايه ايه في المستقبل القريب. ودي طاقه يا حبايبي، والطاقه متغيره فما نزعلش. هو دلوقتي الشخص ده انا بقول لك متقوقع مع نفسه، عايش مع نفسه في اوضته، ما بيخرجش من اوضته، قاعد كده. عارفين لما نقول المان كيف، يخش مع نفسه، يخش في حياته، يخش في ذاته وعامل حمايه عليه. طيب خلينا نشوف كده خطوه الشخص اللي جايه ليك ايه في المستقبل القريب. خطوه الشخص اللي جايه ليك ايه؟ انت ناوي تشتغل على العلاقه، هو بقى ونيتك ليه جواز. هو بقى خطوته اللي جايه تجاهك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خطوه الشخص اللي جايه ده تجاهك ايه؟ هو متمسك بيك يا حبيبي، هو متمسك بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوة الشخص اللي جاية ده تجاهك ايه؟ ربما يركز على نفسه اكتر، يركز على نفسه اكتر الشخص ده، على طموحاته، على شغله. خطوة الشخص ده اللي جاية تجاهك ايه؟ على فكرة الشخص ده بيفكر في عودة، على فكرة بيفكر في عودة، بيفكر في عودة. الشخص ده عايز يرجع، بيخطط لعودة، لان هو حاسس ان هو متعلق بيكوا. اصل الشخص ده بيخاف من التغيير. يتشافى ايه ده؟ لا ده الشخص ده بيعمل يا حبيبي شفاء عميق. ده بيتشافى شفاء عميق. الشخص ده هو دلوقتي صدقوني الشخص ده بيشتغل على نفسه. اشتغلوا على نفسكم زيه،
بسم الله الرحمن الرحيم. خطوة الشخص ده في المستقبل القريب تجاهك ايه؟ لا لا لا، لسه يا حبايبي بيفوق. هو عايز يبدأ معاك بداية جديدة، بس الشخص ده لسه، قلت لكم ده بيفوق على حاجة، زعلان من حاجة، بيراجع نفسه، بيراجع أمره في شيء. خطوة الشخص ده اللي جاية تجاهك ايه يا حبيبي اللي بتسمعني؟ خطوته اللي جاية تجاهك ايه؟ خطوة الشخص ده اللي جاية تجاهك ايه؟ هيقدم لك الحب، بس اصبر عليه. الشخص ده هيجي لك صدقوني، هيجي لك وهيعترف لك بحب وكل حاجة. بصوا في ظهر الكروت التين اوف بنتكلز، التين اوف بنتكلز، بس اصبر عليه اهو. اصبر على الشخص ده بس يا حبيبي، اصبر عليه شوية، اصبر عليه شوية وبيتشافى دلوقتي. طب خليني اخد لك ايه التحدي الكبير اللي في العلاقة دي؟ ايه اكبر تحدي بيواجهك انت والشخص ده؟ ايه التحدي اللي في العلاقة دي؟ ايه التحدي اللي في العلاقة دي؟ ايه اكبر تحدي واقف ما بينك وما بين الشخص ده؟ ايه التحدي اللي في العلاقة دي؟ ان في حد قافل على قلبه. هو في حب، في حب وفي رغبة في العطاء، بس في حد كاتم على قلبه، في حد ما بيقولش، في حد زي ما تقول حزن من الرفض، اذا اترفض او اذا اتكسر خاطره في حاجة، فكاتم على مشاعره وكاتم على ما بيطلعش بقى، زي ما تقول واخد على خاطره وخلاص، انا بحبه وكل حاجة بس انا كاتم المشاعر دي جوايا. ايه اكبر تحدي في العلاقة دي؟ ايه اكبر تحدي واقف ما بينك وما بين الشخص ده؟ ايه اكبر تحدي واقف بينك وما بين الشخص ده؟ يا لهوي، التو اوف كابس. ايه اكبر تحدي واقف في العلاقة دي؟ ايه اكبر تحدي واقف؟ عارفين انا ممكن يكون ايه ده؟ ممكن يكون احساسك ان الشخص ده توأم روحك، وان انت بتحبه سواء معاه او مش معاه، فشعور الشخص ده ان انتوا مع بعض وان انتوا توائم ممكن يكون معطل في ايه؟ انه ضمنك، ان ضامن ان انت حبيبه، ضامن ان حبك في قلبه وحبه في قلبك. فانا لو بعدت، انا لو سبته شوية، لو انا خدت وقتي، مش هيحصل حاجة، احنا كده كده متحدين بالروح، احنا كده كده مع بعض. فربما هي دي القصة كده، ان هو شاعر انك توأم روحه، واحساسه بالموضوع ده مبطئ الدنيا. او ربما في شريك عاطفي لحد منكم، يعني ربما في شريك عاطفي في زواج لحد منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اكبر تحدي في العلاقة دي؟ ايه اكبر تحدي واقف ما بينك وما بين الشخص ده في العلاقة دي؟ ايه اكبر تحدي واقف ما بينك وما بين الشخص ده في العلاقة دي؟ علاقة ثلاثية. انا قلت لكم ربما هنا في حد متجوز، علاقة ثلاثية يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اكبر تحدي واقف ما بينك وما بين الشخص ده؟ وان انتوا متحدين بالروح. على فكرة انتوا لو انتوا مع بعض على طول كده في التخيلات، واذا انتوا مع بعض في تواصل روحي دائم، حاول تقطع التواصل الروحي ده شوية عشان يقوم يدور عليك. طول ما انت مع الشخص ده في خياله، طول ما انت الافكار والطاقة والحبل الاسيري شغال رايح جاي ايه مع بعض كده، فك شوية تفكير فيه، فك شوية تفكير فيه عشان ما يلاقيكش. ما هو بصوا يا حبايبي، في ناس بيكتفوا بده، في ناس بيكتفوا بالشعور الروحي. هو هربان في خنه، عشان انا بقول لك هو قاعد في المنكب، هو هربان في الخن مستخبي، مش عايز يبين لك مشاعر، مش عايز يعرفك حاجة، مش عايز يقول لك حاجة، وبيحبك وانت حاسس بالحب، ومع بعض انتوا بتحلموا مع بعض، وبقول لكم في الاحلام معاكوا وفي اليقظة معاكوا. فاقطعوا شوية التواصل الروحي، اقطعوه شوية عشان يدور عليكم، عشان يدور يقول ايه ده مش موجود، طاقته مش موجودة، هو فين؟ يطلع بقى يظهر لك بقى في المادة. انا جيت، انت رحت فين؟ ادور عليه بقى. فاهمني؟ بسم الله، رب تكونوا فاهميني. التحدي اللي في العلاقة دي، انعزال الشخص ده، بينعزل كتير، بيبعد عنك كتير الشخص ده. طلعه انت بقى من الخن اللي هو فيه ده، اقطع التواصل الروحي، ما تفكرش فيه كتير، افصل، اشتغل على نفسك. ده التحدي اللي في العلاقة. طب اخد لك نصيحة من الطار، ونصيحة ليك ايه تساعدك في الاتحاد مع الشخص ده. ايه النصيحة لحبيبي اللي بيسمعني؟ ايه النصيحة اللي حبيبي اللي بيسمعني محتاجها عشان يتحد مع حبيبه؟ تخيل جايالي ايه النصيحة، الثري اوف سورد. ايه؟ تكسر قلبه. على فكرة انت لو بعدت عنه وقطعت طاقتك عنه، الشخص ده هيتكسر قلبه.
نصيحة، بس استنوا خلينا ناخد كلاريفيكيشن عشان ما نقولش حاجة مش مظبوطة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه النصيحة اللي حبيبي محتاجها عشان يتحد مع الشخص اللي بيسأل عنه؟ ايه النصيحة؟ please clarify the three of sword. please clarify the three of sword. ايه النصيحة اللي حبيبي اللي بيسمعني محتاجها عشان يتحد مع حبيبه؟ اقطع التواصل الروحي. انت هتزعله، انت هتكسر قلبه، بس ربما ده فيه خير، لان طلعالي نصيحة. على فكرة في عينكوا في ناس عينيها ملونة، انت او حبيبك. عارفين اللون العسل، مش عسلي فاتح مخضر، في حاجة اللون ده. اقطع التواصل الروحي يا حبيبي، اقطعوا ان انتوا مع بعض. في منكم كمان عنده انت والشخص ده، يعني انت بتتخيل نفسك مع الشخص ده تخيلات جسدية، والشخص ده بيحس. على فكرة بصوا، اللي ما بينهم تواصل روحي صدقوني كل حاجة بتتحس، صدقوني. بصوا خلي خيالكم يشطح معاكم، اللي ممكن يحسوا بيتحس. وانت نفس الشيء. انت لو الشخص ده لو ما بينكم رابط قوي روحي، انت الشخص ده اذا في علاقة جسدية مع حد انت هتحس. في بعض الاشخاص من قوة الرابط اللي ما بينهم بيحسوا ببعض في كل شيء، في كل شيء. فانت اقطع التواصل الروحي القوي او خف منه لو مش هتقدر تقطعه، عشان الشخص ده يفوق ان انت فين. انت مش هو مكتفي بيك كده، هو مكتفي بيك كده. عارفين لما بنقول زواج طاقي والحاجات دي، هو مكتفي بيك في القصة كده بس، بيشبع. يا خلاص انا تمام، انا خدت جرعة اللي انا محتاجها، ويقوم على رجله ويمشي ويتحرك ويشتغل، واذا متجوز يقدر يدي في جوازه، ويقدر يشوف ولاده، ويقدر يشوف الدنيا كلها، بس بالحبة اللي انت اديتهم له افكار ومشاعر واحساس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه النصيحة اللي حبيبي محتاج يعملها عشان يتحد مع الشخص ده؟ ايه النصيحة اللي في صالح حبيبي اللي بيسمعني عشان يتحد مع حبيبه؟ انت ما بتنامش، انت ما بتنامش الليل، انت بتقعد طول الليل تفكر في الشخص ده. وقف، وقف، وقف. حتى لو هتتألم وقف الكلام ده، وقف الكلام ده. انت ما بتنامش الليل وتقوم مفزوع لو نمت، لا وقف واهدى، وقف تواصل روحي اللي تعبك ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه نصيحة حبيبي اللي بيسمعني عشان يتحد مع حبيبه، عشان يتحد مع الشخص اللي يحبه اتحاد مادي؟ 3 اوف كابس. يمكن يا حبيبي تطلع من اللي انت فيه، اذا انت في حزن، اذا ده انت، خلينا نترجمها مثلا ترجمة تانية. اذا ده انت ومتألم، بطل ألم وافرح واخرج وانبسط وتشافى من ألمك. اقطع التواصل الروحي حتى حبة عشان تقدر تكمل، عشان الشخص ده يدور عليك يشوفك انت فين. خلينا ناخد رو تاني، يقول انت فين ويقوم يدور عليك، ما يلاقكش بس في الأحلام، وما يلاقكش في الأحلام اليقظة والأحلام بجد وكده، حتى لو ده هيتعبك. تشافوا من ألمكم، إذا في ألم وإذا في خيبة أمل تشافى وافرح واخرج. هاخد لك رو كمان. ايه النصيحة اللي حبيبي اللي بيسمعني محتاج عشان يتحد اتحاد مادي مع الشخص اللي بيحبه؟ حب لا مشروط. واذا عندك اولاد خلي بالك من اولادك، واذا انت في زواج يعني اعمل واجباتك وعيش حياتك وحب حب لا مشروط. انت حد خير وفيك الخير ومعاك الخير. حب حب لا مشروط للي حواليك كلهم، للي حواليك كلهم مش للشخص ده بس. ايه النصيحة؟ اللي عايز حب يا حبايبي يدي حب، اللي عايز حب يدي اللي حواليه حب لا مشروط. تغيير، غير شيء، لازم تنهي في حياتك شيء، لازم شيء في حياتك تنهيه، لازم انت تغير شيء عندك عشان يحصل تغيير واتحاد. لازم تبدأ بداية جديدة، لازم بداية جديدة، حتى لو انت مش متأكد من البداية دي ايه، حتى لو انت مش عارف عواقبها ايه، لازم يبقى عندك ايمان. اذا انت مؤمن بالعلاقة دي تاخد خطوة ايمانية، خطوة واثق فيها من ربنا، وتنطلق تجاه القصة دي. طيب خد لك بالبندول، اسأل سؤال، انا مش هسأل، اسأل سؤال بالبندول ونشوف الإجابة عليه ايه. إجابة السؤال اللي حبيبي سأله.
إجابة السؤال. انتوا عينكوا جميلة جدا على فكرة، يعني أنا العين بصالي مش قادرة أقول لكم، العين ملونة، في عينين ملونة هنا على أخضر أو العسل المخضر ده، الأوليفز، لون العسلي زيتوني، الألوان دي. بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة السؤال إجابة السؤال لحبيبي سأله إيه؟ إجابة السؤال لحبايبي سألوه إيه؟ إيه الإجابة بتاعت السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. إجابة السؤال إيه اللي حبايبي سألوه؟ إيه إجابة السؤال اللي حبايبي سألوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي الإجابة نعم. شوف بقى أنت السؤال اللي سألته إيه، الإجابة عليه نعم. ماشي يا حبايب قلبي، اتمنى لكم كل الخير، كل الحب، كل السعاده. اذا عجبتكم القراءه ما تبخلوش عليا باللايكات يا حبايب قلبي، دعموا الفيديو باللايك. حبايبي اللي لسه ما اشتركوش، يسعدني يا حبايب قلبي اشتراككم. اكتبوا لي تعليق، قولوا لي دي قصتك ولا لا. متشكره لكم جدا، اتمنى لكم كل الخير، كل الحب، كل السعاده. كانت معاكم قناه ستار داست روتين ارابيك، مع السلامه.